طبيعي بعد الانقلابات دائما لا يمكن للمنظمات الإقليمية أو للمنظمات الدولية أن تقف مع الانقلاب والانقلابين أبدا، ولذلك هناك مواقف، ولكن في هذه المرة في حالة النيجر الغريب في الأمر أن المواقف متشددة جدا أكثر من المعتاد. يعني الآن عندما تتابع الأخبار من الاتحاد الإفريقي ومن منظمة الإيكواس أو منظمة الاقتصادية إيكواس لدول غرب إفريقيا، وكذلك من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك بعض الدول، تجد أن هناك مواقف شديدة. حتى وصل الأمر بالرئيس الفرنسي أنه وصف ما حدث في النيجر بأنه أمر خطير، وفعلا بالنسبة له أمر خطير، لأنني أعتقد أن فرنسا لا تتحدث بهذه الحماسة من أجل مصلحة النيجر أو من أجل مصلحة المواطن النيجري، ولكن فرنسا ترفع صوتها لأنها تخاف من مستقبلها أو من وجودها في النيجر، لأنها تعرف ما لحق بها في مالي ثم في بوركينا فاسو وحاليا النيجر، وربما النيجر هي المعقل أو الورقة الأخيرة بيد فرنسا. ولذلك فرنسا تعارض ولكن بشدة أكثر من غيرها، والمتابع العادي ربما يظن أن فرنسا تدافع عن الديمقراطية أو فرنسا تدافع عن محمد بازم أو فرنسا تدافع عن الحزب الحاكم، وهذا غير صحيح. فرنسا تدافع عن نفسها، فرنسا لا تحب لا بازم ولا النيجر ولا مواطن النيجر، إنما فرنسا تدافع عن مصلحتها. ولذلك على الناس أن ينتبهوا. صحيح ما في أعتقد يعني الإنسان السليم أو إنسان الذي يفهم الواقع ويفهم مجريات الأمور الآن يؤيد الانقلاب أو يدعو إلى الانقلابات، ولكن أعتقد موقف فرنسا هذه ليست لصالح الرئيس بازم، لأن هذا كأنه يحرض الشعب عليه، والمعروف بأن محمد بازم قريب جدا من فرنسا، ولكن أعتقد هذه التصرفات الفرنسية بهذا الشكل يجعل ربما الشعب يلتفت إلى الانقلابيين ويقول